انتقل لموضوع المنتخب الانجليزي والفرنسي بشكل سريع. احد الاخوان من المغرب يقول للتصحيح: لاعبو المنتخب المغربي ليسوا كلهم من خريجي التكوين الاوروبي. المنتخب المغربي حاليا يضم 11 لاعب هم فخر الصناعه المحليه، خريجو الدوري المغربي واكاديميه محمد السادس، على غرار بونو، اكرد، النصيري، عطيه الله، التقناوتي، وبنون، وأناحي، واليميق، وحمد الله، وداري، وجبران. نعم. المفروض توضح هذه النقطه اسامي. اكاديميه محمد السادس خرجت 4 لاعبين الاباء الاساسيين اللي هما نايف وأناحي ونصيري، وكذلك حارس التقناوتي، وهناك 7 لاعبين اخرين خرجوا. يعني بس لازم نوضح حق الناس ان مش كلهم ترى موجودين في الدوريات الاوروبيه، احنا قاعدين نكررها. اللاعبين المغاربه لا موجودين في الدوريات الاوروبيه، 3 فقط موجودين في المغرب من 26. هو اعطيتك انا 11. التكوين تاسيس، ولكن يلعبون في انديه اوروبيه. التكوين يعني يقصد التكوين هو تاسيس. واش النشأة شباب تاسيس؟ اي تاسيس. اي يعني في المغرب كلامه صح. في المغرب صح. يعني هذا السؤال انا سالته، وهو المفروض هو اسامه تحديدا قال لي فقط 3 بوقتها. لا هو 3 فقط يلعبون في الدوري المغربي في الوداد. حارس مرمى يعني هم 3 بيلعبوا في الدوري المغربي. جبران وبنعطيه حارس. احنا عايز برضه هو اسامه بيتكلم ان هم 3 بس دلوقتي اللي هم موجودين في القايمه اللي بيلعبوا في الدوري المغربي، اما في 7 لاعيبه 10 لاعيبه قبل كده كانوا موجودين بس احترفوا بره. لا احنا نتكلم على التاسيس، على غير شغله. يعني هو مش والله عايش في فرنسا وجاء على المغرب. احنا نتكلم خدمه محمد صلاح وين تاسس؟ في سويسرا؟ تاسس في مصر. في مصر. شكرا. هو هذا الكلام، انه تاسس في المغرب، وهذا المفروض ان اسامه يقولها. والله احنا عندنا ترى لاعبين تم تاسيسهم عندنا، وبعدها والله قلتها وانت كان عندك روبورتاج، قلتها بغيت تدخل، قلت لي تم بعد. هي لها مسمى خالد. لا حبيبي، لا انا رجاء مثل هذه الامور قول لي اياها فوق الهواء، مش اثناء الروبورتاج. قلت لي روح الروبورتاج وانا اعود. ما قلت انا بعد البانسا، انا مش كمبيوتر. هذا شيء خص وطنك. هي القصه انه الصحافه الفرنسيه بعد تالق المنتخب المغربي اصبح بينهم كلام المنتخب المغربي قوي، ولكن كلهم لاعبين اوروبا وتكونوا في اوروبا، وهذا كان لغط. الان احنا عن طريقنا، لانه ولا واحد رد عن طريق المجلس، ردينا انه صحيح انهم يلعبون في اوروبا، ولكن تكوين مغربي في اكاديميه محمد السادس. وخصوصا ان في فرنسا حاليا هناك 3 لاعبين تكونوا في فرنسا فقط. هولندا اكثر. الصحافه الفرنسيه كنا قالوا ان كل لاعب تكون في فرنسا خطا. لا فقط سايس حاليا، وتنظن سايس هو اللي يصير فرنسا. هولندا 4 لاعبين تكونوا في هولندا. ان انت لازم توضح هذه النقطه، لان هناك متابعين. يعني احنا انا عن نفسي انا اسف، لكن انا عندي شخص جايبها من المغرب المفروض يعطيني هذه المعلومات. يعني طيب توقعاتك جماعه مباراه فرنسا؟ انا نعطيك خلي زوجتي الكلام ده. انا باغي نكمل نعطيك كل بلد من تكون. يعطيك الصحه يا سامي. طلحه انجلترا فرنسا. باش كلمه بعد تقول علاش ما قلتيش. توقع انجلترا بريف سريع عن المباراه. مباراة جدا جدا متقاربة بالمستوى وبالأداء، وأتوقع أنها راح تكون مباراة صعبة على الفريقين، وما في حسم بنتيجة كبيرة. أنا هي توقعاتي، ولا أفضلية راح نشوفها لفريق على الآخر بنسبة كبيرة. جمال، الإنجليز قالوا إن إحنا نعد نفسنا حق هالمباراة من 2 تخيل. صح خالد، ما يلمون، لأن باكر راح تكون بالنسبة لي الأجمل بالبطولة، لأن الفريق الإنجليزي شفناه شلون فريق يهاجم وفريق قوي بالهجوم، والفريق الفرنسي عنده الإمكانيات، عنده امبابي خالد شيء طبيعي. إذا أنا يعني في أوروبا اشوف لاعب مثل امبابي، شيء طبيعي اني اعرف هذا اللاعب شنو راح اسوي له قدام المستقبل. لا ننسى امبابي وعثمان ديمبلي الان ما سجل ولا ظهر مستواه مع برشلونه. اتوقع باكر عثمان ديمبلي راح يطلع بمستواه، وراح تكون مباراه من اروع المباريات بصراحه. راح نشوف كاس العالم باكر. احمد بكره الانجليز يقول لك نكون او لا نكون، ما في يا ذابح حميد ابوح بالذات قدام فرنسا. يعني بكره بنستمتع من افضل مباريات في كاس العالم على الاطلاق. انا اعتقد كذا حتى الان، لان الافريقيين يجمعون نخبه من اللاعبين اولا. لا انا خلاص اعطيني توقع. فرنسا اجنحه فرديه معروف، مبابي وعثمان. هذا لا، الانجليز مجموعه وسرعات، لكن في الدقه يعني مثلا اذا كانت 5 فرص للانجليز يمكن 3 يحطوه، 5 فرص لفرنسا فرصه واحده. يعني لذلك انا ارجح كفه الانجليز. حكيم من يفوز بكره؟ المباراه بكره سيحسمها لاعبين فقط، اللي هم تكلمت عليهم الصحافه الفرنسيه ردا على الصحافه الانجليزيه اللي عملت مقارنه بين بيكفورد الحارس وهيغو يوريس، ونظن انه راح تحسمها ضربات الجزاء. يونس